مش معقول. رؤوف بقى تسيبك انت وتتجوز رؤوف؟ ماله رؤوف؟ انا شايف ان رؤوف كويس في حاجات كتير يعني. بالعكس هي اختارت كويس. انا اللي كنت باني احلام كبيره على اوهام عبيطه. تعرف يا سعيد انا لو منك اعمل ايه؟ ايه؟ اربي دقني واعتزل الناس؟ لا طبعا مش للدرجات دي، والا كنت عملتها انا قبلك. انا قصدي ترجع لناهد. محسن، انت لسه عاوز ترجع لمراتك؟ كل يوم اكتر من اللي قبله. يا سلام، انت عبيط. عبيط؟ امال انت كنت رايح تتجوز ليه؟ حب. طب ما انا كمان بحب مديحه. في فرق بين الحب والتعود. بقول لك انا بحبها. هتتدخل في مشاعري كمان يا سعيد؟ لا انا اسف يعني، ما اقصدش ازعلك يعني. تحب اعمل لك حاجه؟ لا انا اللي هقوم اعمل حاجه نشربها وبعدين نتكلم. مساء النور، اتفضل. يا اهلا وسهلا. ازيك؟ ايه يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. صلاة النبي. ازيك يا ناهد؟ الحمد لله. ممكن اقعد؟ طبعا، اتفضل. متشكر. تشرب ايه؟ اخد قهوه. قهوتك ايه؟ اوام نسيتي؟ هالريحة يا ستي ولا اجيب شربات؟ انت اتهبلتي ولا ايه؟ هرب البعيد يا رب. سيدي في ايه؟ ايه اللي حصل؟ السعيد رجع. سعيد مين؟ جوز الست ناهد. رجع فين؟ قصدي جه بره وقاعد هو والست ناهد باين عليه جاي ياخدها. طب روحي انت شوفي شغلك. مش حضرتك هتقوم تقعد معاهم؟ روحي شوفي شغلك، ريحيني من صوتك العكر ده. يا اختي ده محدش طايقني في البيت ده خالص. طبعا انت عارفه انا جاي ليه. طبعا جاي تزور بابا، ما انتوا عشرة برضو. لا يا ناهد، انا جاي عشان نرجع لبعض. الولاد محتاجينك زي ما هما محتاجين لي. بس انا الحقيقة ما بقتش محتاجة لكم. انا حاسس بيك يعني، بس لازم نضحي عشان الولاد. طيب ما هو انا ضحيت وتضحيتي معروفة. انت ضحيت بايه بقى؟ ضحيت بانك كنت هجيب لهم مرات اب. ناهد انا جاي عشان ابدا صفحه جديده. صدقني لو كانت القديمة تشفع كنت ابتديت. ناهد انا اسف على كل اللي حصل مني. وبس هي للاسف ده جه متاخر قوي. يعني ايه؟ يعني انت جيت بعد ما اترفضت. انت بتستغرب ليه؟ مش انت راجع لي برضو بعد الست اللي انت كنت عاوز تتجوزها ما رفضتك؟ كل شيء نصيب يعني. ولما اتجوزت مرات صاحبك من ورايا كان نصيب برضو؟ انت ليه بتتفاجئ؟ وانت كنت فاكرني معرفش؟ انا عملت المستحيل عشان انت ما تعرفيش. انا كنت رافض ان انا اعمل محلل، بس منير صاحبي كان حالته وحشه قوي، كان هيرمي نفسه من البلكونه فصعب عليا. ده انت جبار. صعب عليك صاحبك وما صعبتش عليك مراتك لما تعرف ان انت متجوز عليها؟ ناهد صدقيني اللي عملته ده يعني خدمه انسانيه. ولما هي خدمه انسانيه ما اتباهتش بيها قدام الناس ليه؟ خبيتها عليا انا ليه؟ وجاي بعد كل ده تقول لي نرجع؟ ما كنتش عارف انك بالقسوه دي. القسوه دي انا اتعلمتها على ايديك. انت جاي تكمل عليا؟ روح شوف واحده تستحمل منك المرمطه والبهدله. انت جاي تاذيني. انت عايز مني ايه؟ وايه البجاحه اللي انت بقيت فيها دي؟
اسف لو كنت ضايقتك. انت ولا حتى بقيت تقدر تضايقني. عارف ليه؟ عشان انت بقيت قد كده. سيدي في ايه تاني؟ السيد ماشي والست نادى قاعده بتعيط بره. طب غوري غوري، ما انت ما يجيش من وش خير ابدا. يا اختي اللي احنا فيه ده. نادي يا بنتي، انا مش موافق على اللي عملتيه دلوقتي. راجل جالك لحد عندك واعتذر لك. ببساطة كده يروح يتجوز واحدة تانية من ورايا وتقولي اعتذر لك؟ يحب واحدة ويروح وراها اسكندرية ويتقدم لها عشان يتجوزها وترفضه وتقولي اعتذر لك؟ مفكرش يرجع لي غير بعد ما اترفض وتقولي اعتذر لك؟ مش هقدر اسامحه. عايز رأيي؟ انت السبب في اللي عمله جوزك. ايوه، الست مسؤولة لو جوزها بص بره. بقت الست هي المسؤولة دلوقتي. ايوه، لو الزوج لا مفيش حاجة ناقصاه وان مراته مالية عليه حياته لا يمكن هيبص بره. انا عشت مع والدتك الله يرحمها، عمري ما بصيت بره، دايما كنت ابص جوه. يا حبيبي انت كنت مصغر ماما. انا كنت كل ما اسالها اقول لها وانت يا ماما بتكبريش خالص، تقول لي واحده لما تكبر وتوحش يبقى من خيبه جوزها. انت حاجه تانية، انت كنت محلي ايامها وكنت حاسس بقيمتها وكنت ساعدها. يا حبيبي انت جواك طاقه تسعد الدنيا كلها، انت حاجه تانية. يعني انت ما كنتيش سعيدة مع جوزك؟ دول كانوا بيضربوا بيك المثل. انا كنت سعيده وراضيه، هو اللي فقد نعمه الرضا. صدقني بس هو وارب الباب للشيطان فزهقه من السكينه والرحمه. زهق من حياتنا، زهق. لا بقى مستمتع بعياله الحلوين داخلين خارجين عليه امارات، ولا بمراته الطيبه اللي قاعده تحت رجليه، ولا بدنيته الحلوه. زهق من كل ده، زهق، عايز يغير. بس هو بيدفع الثمن دلوقتي، ثمن وحش قوي. انت بتدافع عنه يا حبيبي عشان انت راجل زيه. انا راجل زيه فعلا، بس انت بنتي. انا عشان اريح حضرتك انا عمري ما هسامح.
هو ده بقى اللي مزعلك ومأزمك؟ بصراحه يا سعيد انا مش شايف اللي انت قلته اي خطوره. ازاي بس يا حسين؟ انا بقيت حاسس اني غير مرغوب فيا من الستات. عشان واحده ما رضيتش تتجوزك يبقى غير مرغوب فيك؟ ما هي مش واحده بس، كان في قبلها واحده تانية. مين دي؟ ما قلتليش عليها حاجه. مش ما اقصدش سميره جارتي دي، لا في واحده تانية زميلتي في الشغل. دي برضه ما قلتليش عليها حاجه. دي كانت بتطردني صبح وليل، وبصراحه انا كنت دايم الصد ليها يعني كده، لحد ما جيت لك وقررت اعيش حياتي زي ما انت قلت لي، فعزمتها على الغدا وسينما من 3 ل6. عظيم. وبعدين؟ ما جاش بعدين. انا كنت حلقت شنبي وصبغت شعري اسود ورحت لها في الميعاد، بصيت لي كده قالت لي انت ما بقتش الراجل اللي كان في خيالي. عموما ده بيحصل كتير، وخصوصا مع المتجوزين. البنت بتبقى عايشه حلم معين وفاكره ان اللي هتتجوزه ده هو فارس احلامها، وبعد ما تتجوزوا وتعاشروا تكتشف انه لا فارس ولا حاجه، ولا حتى بيعرف يركب حمار مش حصان. وكذلك الراجل بيبقى فاكر اللي هتجوزها دي سندريلا، وبعد ما يتجوزها ويعاشرها بيكتشف ان هو دخل سرايه المجانين برجليه. هو ده الفرق بين الواقع والخيال. يعني انا لما كنت جد قوي وكشر كنت بالنسبه لها فارس احلامها، ولما عملت نيو لوك وبقيت روش طحني زي الشباب ما بيقولوا بقيت شيطان بالنسبه لها. لان الشخصيه الاولانيه دي هي الثقه والامان بالنسبه لها، انما الشخصيه التانيه هي الشخصيه المستهتره اللي مش مضمونه. يعني انا هيفضل مرغوب فيا؟ مفيش شخص مش مرغوب فيه، كل انسان مرغوب فيه، بس مش من الكل. لان الشخصيه اللي مرغوب فيها من الكل دي ما اتخلقتش ولسه مش هتتخلق، لان الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. انت عارف مشكلتك ايه يا سعيد؟ ايه مشكلتي؟ ايه مشكلتك؟ انك انت بتبص وراك، عايز ترجع الماضي، متصور ان الزمن ملوش تأثير على الناس. تصورت ان سميرة جارتك دي اللي كنت بتحبها ما زالت هي البنت اللي بتحبك وعايزة تتجوزك وتعيش معاك في تبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات، ونسيت ان في 25 سنة مروا على حياتها، غيروا تفكيرها وغيروا عواطفها. بالظبط عامل زي اهل الكهف اللي ناموا 100 سنة ولما صحيوا افتكروا انهم ناموا ليلة واحدة بس. في ناس بتسمي ده مأساة الزمن، لكن انا بصراحة مش شايف فيه مأساة ولا حاجة لو الانسان تعامل معاها على انها واقع. تفتكر؟ يعني محسن ما جاش انا مش عارفه حضرتك عاوزه في ايه يا بابا. ونخش جوه يا مبروكه. وحضرتك كل ما تشوفني تقول لي خش جوه؟ وانت لازم تسمعي كل حاجه؟ اديني بتسلى. تسلي على فانا. على العموم الست ناجم ما بتخبيش عني حاجه. انت هتوقعيني ببابا كمان؟ في ايه بس يا بابا؟ انت ناويه تقعدي كده كتير؟ اقعد كده ازاي يعني؟ مالي؟ قصدي يعني هتفضلي كده من غير جواز؟ جواز؟ ايه اللي بتقوله ده يا بابا؟ ايه اللي بقوله؟ يعني بقول ايه؟ هتفضلي بقرابيزي وانا راجل هتجوز، ومش عايز اي حد يشاركني انا والعصفوره عيش الزوجيه. خلاص يا بابا ما تزعلش نفسك، انا هأجر شقه في اي حته واسيب لحضرتك البيت انت والعصفور. وليه يا بنت تبهدلي نفسك؟ ما انا عندي العريس اللي يصونك ويحطك في عينيه. ده مين ده بقى؟ محسن. محسن؟ محسن ابن عمتي؟ ايه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ مش هتلاقي احسن منه. يا حرام، ده هيتجنن عشان يرجع مديح. ايوه، وهي مش موافقه يبقى ايه؟ جحا اولى بلحم طوره. طوره؟ يا بابا حرام عليك، ده بدل ما نرجعهم لبعض عاوز تفرقهم. اهو جه. اوعى يا بابا تقول له حاجه، والله العظيم هزعل منه. امال فين ست الحسن؟ ما جاش تفتح الباب ليه؟ انا جايه اهو، بس كنت مستنيه تكملوا بقيه كلامكم. اوعى يا ست هاني بتعملي العمله دي. ازيك يا مبروكه؟ ازيك يا سي محسن؟ اوعى تسمع كلامي يا ابو عظيم. مساء الخير. مساء النور. ايه يالا؟ انت رحت قلت عدولي؟ مشاغل والله يا خالي. ازيك يا ناهد؟ ازيك يا محسن؟ ايه بقى؟ خير؟ ايه اخبار التربي؟ هو خد الفلوس وفلسع بيها ولا ايه؟ لا يا خالي، بعد بكره هنستلمها وهتكون جاهزه لاستقبال اول زبون. طب الحمد لله، يعني هتنقلوا ماما فيها خلاص؟ مش ماما وبس، ده احنا ممكن ننقل كل قرايبنا المدفونين معاها. استنوا بس شويه، انتوا ناسيين كلام التربي؟ ده قال اذا التربه اتفتحت مش هتستريح الا لما تستقبل ميت جديد. يا ساتر يا رب. طب هنعمل ايه؟ طب عموما انا عندي حل.
قول يا سيدي وخلصني. ما دام حضرتك خايف على عمرك قوي كده، احنا نستنى لما حد يتوفى وندفنه في التربه، ساعتها نبقى ننقل طنط نوال. فكره هايله يا ابو حسن. يعني مبسوط مني يا خالي؟ طب ما دام مبسوطين قوي كده، ما تقنعوا مديحه بقى انها ترجع بيتها. انت مدلوع عليها قوي كده ليه يا واد؟ مش قادر تصبر شويه؟ يصبر على ايه يا بابا؟ الراجل عايز يرجع مراته. مش يمكن يلاقي حاجه احسن؟ احسن من مين يا خالي؟ احسن من مديحه؟ ده انا لو لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي احسن من مديحه. خلاص يا محسن، ما دام انت بتحبها قوي كده ومتيم فيها قوي كده وهتتجنن عشان ترجعها، انا هرجعها لك. بجد يا ناهد، ده يبقى جميل مش هنساهولك طول العمر. شايف؟ او ده الحب الحقيقي. مسعد. اه يا بابا. ايه الحاجات اللي انتوا منها بره دي؟ مش انا عرفت مين اللي هيجوز طنط سميره؟ انكل رؤوف. ايوه بس ايه الحاجات اللي انتوا منها على الصالونات بره دي؟ ده يا بابا غسيل عايز يتغسل. غسيل عايز يتغسل؟ الغسيل يتحط في الغساله مش يترمي على الصالونات. حاضر يا بابا. كاني معايا عيال صغيرين. هو في ايه؟ اهو انكل سعيد هناك اهو بيشاور لنا عشان نروح نقعد معاه. لا روحوا انتوا. وانتي مش عايزه تيجي معانا ليه؟ انا اسلم عليه وما يردش. جايز ما كانش واخد باله. لا انا كنت قريبه منه. طب خلاص يا ستي تعالي نصالحك عليه. لا روحوا انتوا، انا هقعد وحدي. يلا احنا. ازيك يا عم؟ ازيكم يا حبايبي؟ عامل ايه؟ بقول لكم تعالوا اقعدوا معايا. ايه؟ مش عايزين تيجوا تقعدوا ولا ايه؟ لا اصل لطيفه ما كانتش عايزه تيجي. ليه مش عايز تيجي؟ اصلها بصراحه يا انكل زعلانه من حضرتك. زعلانه مني انا؟ ايه عملت لها حاجه؟ علشان من كام يوم قالت لك مساء الخير وما ردتش عليها. مؤكد ما كنتش واخد بالي. مش عارفه اصلها حساسه قوي يا انكل. لا اذا كان كده اروح اعتذر لها. اقعدوا انتوا بس عشان ما حدش ياخد الترابيزه. اوكي يا انكل. ما تتعبوش نفسيكم، مش هتلاقوا ترابيزه فاضيه. ميرسي، احنا هنستنى لحد ما الترابيزه تفضى. انا بقى اللي هزعل مش انت. اصلها زعلانه من حضرتك قوي يا انكل. ايوه ما هم قالوا لي، بس اللي حصل ده كان سوء تفاهم. حضرتك بتسمي اللي حصل ده سوء تفاهم؟ صدقيني انا يومها يعني كان عندي مشكله وفي حاله نفسيه سيئه، ما كنتش دريان باللي حواليا. خلاص اظن بقى يا لطيفه مالكيش حجه دلوقتي. ويا ستي حقك عليا، انا اسف، سوري، باردون. خلاص انا مش زعلانه. اتفضلوا. ميرسي. تعالي يا حبيبتي. قولوا لي، اتغديتوا؟ للاسف ايوه. خساره، حظي وحش، كان نفسي اعزمكم على الغدا. حضرتك فطرت؟ اه فطرت من بدري يعني. لا عنا في تونس فطرت يعني اتغديت. في تونس فطرت يعني اتغديت؟ لا طبعا اتغديت.
بس يعني نص نص. خدت ساندوتش. اليسا عامله ايه يا امي؟ كويسه كويسه. فاطمه لا الحمد لله. بس انت عارفه تصدق انا عمري ما رحت تونس. يعني شيء غريب. الله، انت هنا يا سعيد؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا سلام، ايه ده؟ يا خبر ابيض، يا خبر ابيض واصفر وملون. كويس قوي انا لقيتك يا سعيد، اصل النادي زحمه قوي مش لاقي مكان اقعد فيه. انت فين يا راجل؟ يا راجل انت فين؟ من زمان بدور عليك. طبعا يا عم اوعى ايدك، ما هو اللي يقعد مع الحلوين دول لازم ينسى اصحابه. منير. ايه؟ منير انت ايه اللي جابك؟ انت ما مش متعود تيجي النادي. هو تحقيق يا اخي، انا مشترك زيك هنا واجي في اي وقت انا عايزه. ايه الحلوين دول بقى مين يعني؟ اعرفكم الاستاذ منير. منير صديقي يعني. ازيك يا انكل؟ اهلا. انكل مقبوله منكم، معلش. الحلوين دول ايه مالهم؟ مش تعرفني بيهم؟ اصدقاء فاطمه وانيسه. فاطمه وانيسه يا راجل، مش تقول كده من الاول. وحضرتك بقى مدام ولا مدموزيل؟ مدموزيل. يا ربي يا ربي، مش عارف شفتك فين قبل كده. ايه منير بطل رزاله، وانا كنت ماشي دلوقتي. يلا بينا. اتفضل يا سيدي، مع السلامه. انا اقعد شويه معاهم يعني. لا انا ما صدقت لقيتك، عايز اكلمك في موضوع مهم. طبعا عن اذنكم يا جماعه، عن اذنكم. ايه يا اخي ايه ده بقى ايه يا اخي في ايه الموضوع المهم اللي عايزني فيه؟ ما يصحش تقعد مع بنات قد ولادك. انا ما عنديش ولاد. ثانيا مش معنى انت، ما انا جيت لقيتك قاعد معاهم. اولا انا ابو صحباتهم، ثانيا ما كانوش لاقيين حته يقعدوا فيها، ثالثا انت هتقعد معاهم بصفات ايه؟ صاحب ابو اصحابهم. انت هتفضل فيك الخصله دي، ما تحبش حاجه اذا كانت في ايد غيرك. في ايد غيري؟ انت قصدك يا سعيد البنات دول كلهم في ايدك انت؟ يا بابا يعني هو كان حصل ايه؟ ما يمكن بس زهقت من شغل التليفونات ده. ما هي اللي عايزه كده. يعني هي هتعمل ايه؟ هتقول لك يا حبيبي تعالى اتجوزني؟ الست برضه عندها كرامه. ما ادتنيش الضوء الاخضر. ما تجرب انت وتكسر الاشاره وشوف هتقول لك ايه. خايف لا تزعل مني، خصوصا اني اتعودت على صوتها الجميل. الحلال ما بيزعلش حد. تلاقيها تفيده. الست دي انا بتشائم منها من يوم رجلها ما خدت على البيت والمكالمات ابتدت تقل. انت جبت لها سيره عن الموضوع بتاعي؟ يعني هو اللي بيحصل ده بقى من قرها. ازيك يا مبروكة؟ عبدو بيه ازاي الصحة؟ الله يسلمك. ازيك يا بنتي؟ اقعدي يا حبيبتي استريحي. ميرسي. ايه انتوا خلاص اتعودتوا على قعدة البيت؟ مش ناويين تخرجوا بره عن هنا؟ يعني هنروح فين بس يا بابا؟ فين؟ في اي حته. روحوا النادي، خلوا الناس تشوفكوا. ويعني اللي هيشوفونا هيعملوا لنا ايه؟ يمكن واحد يقل عقله ويتجوز واحده منكم. عن نفسي انا شخصيا انا مش ممكن ابدا اتجوز الا اللي في خيالي وبس. ده بقى تلاقي امه داعية عليه. خص عليك يا عبدو بيه، ما تقولش عليه كده. يعني انتوا مش ناويين تخرجوا مش كده؟ خلاص اخرج انا. الله، هتخرج تروح فين؟ هروح في اي حته، انا هنا هتخنق. ناهد خليه ياخدنا معاه. ياخدنا فين بس؟ انا لسه هلبس. تفيده جاهزه يا بابا، خدها معاك. بقول لك هتخنق. مصلحي. ايوه يا فندم. ايه انتوا بتعملوا ايه؟ ده مكتب مدام عبله، اصلها هتقعد مع المعداوي بيه. هو حصل ايه يا فندم؟ حصل خير، روح ساعدهم. تقيله عليك دي؟ لا يا فندم. طب يلا ماشي يا فندم. مبروك. الله يبارك فيك. مين قال لك؟ مفيش حاجه بتستخبى يعني. لا صحيح، مين قال لك؟ المكتب اللي كانوا بينقلوه لاوضه المعداوي. ما انا ما لقيتش فايده في صاحبك. صاحبي ده عينه زايغه ونفسه يتجوز كل ستات البلد. وايه رايك في المعداوي؟ مش هتلاقي احسن منه، غسيل ومكوى. طيب يا سعيد، ان ما بقتش رئيستك اللي انا متاكد منه انك بقيتي رئيسه المعداوي. ماشي.
اصلك انت ما تصورش قد ايه وحشني يا عبودي. انا اصلي كنت عند اختي، كنت بزورها عشان عيانه. المهم قولي، بتقول ايه؟ مش سامع صوتك. انت مش قلت لي قاعد لوحدك في البيت؟ هي بنتك لسه كابسه على نفسك؟ يا ساتر، ايه حبس الحريه والملل ده؟ ما انا بحاول اشوف لها عريس عشان اخلص منها. على فكره بنتي دي طيبه جدا، بس راسها ناشفه. لما تعرفيها هتحبيها خالص. سيبك بقى من حكايه بنتي دي. مش ناويه تقولي لي بقى اسمك ايه؟ ده لازم اعرفه عشان اترنم بيه ليل نهار. ديدي. الله الله الله، يا سلام، كنت عارف ان الاسم موسيقي. طب ما دام عرفت الاسم، ما نخش بقى في الموضوع. موضوع ايه؟ موضوع الجواز. انا خلاص يا ديدي، مش قادر، حرام عليكي. طب انت بس مستعجل ليه كده قوي؟ خلينا كده شويه. اصل انا خايفه منك يا عبدو، خايفه لما تشوفني ترجع في كلامك. يعني ممكن تقول مش دي ابدا اللي كنت بحلم بيها ولا اللي كانت في خيالي. مين قال كده؟ ده انت خلاص عششت جوه دماغي، جوه قلبي. ده لو شكلك حتى يبقى شكل شيتا صاحب الطرزان. يا سلام يا سلام، بحبك. الشاي يا سيدي. يعني على الشاي اما بيتدلع بيبقى عامل زي باب المخلع. انا من بكره ان شاء الله هنزل اشتري مدفع رشاش. ليه، هتحارب بيه ولا ايه يا سيدي؟ لا، عشان اريحك وارتاح انا منك. بابا في ايه؟ انكل رؤوف بيسأل على حضرتك. مين؟ انكل رؤوف. طب ليه ما كلمنيش على الموبايل؟ لا مش عارف يا بابا. اخلي انيسه تعمله قهوه لغايه ما حضرتك تصحى؟ قهوه؟ هو مش على التليفون؟ لا ده بره مستني حضرتك. طب خليها تعمل له قهوه وانا هحصلك. حاضر. اهلا يا رؤوف. اهلا. ازيك سعيد؟ ازيك؟ اتفضل. عامل ايه؟ الحمد لله انا كويس. وانت اخبارك ايه؟ الحمد لله. معلش اني جيت في وقت زي ده، لكن اعمل ايه بقى؟ ده الوقت الوحيد اللي بكون فاضي فيه. عيب تقول كده، يعني ده البيت بيتك، تيجي في اي وقت. الله يخليك. شوف بقى يا سيدي، انا جاي لك عشان اعزمك انت والاولاد. انتوا خلاص نويتوا؟ ان شاء الله يوم الخميس الجاي. وهتعملوا فرح؟ فرح ايه؟ معقول بقى فرح واحنا في السن ده يا سعيد؟ ايه حكايه السن دي؟ الفرح ملوش سن؟ لا، احنا هنكتب الكتاب الاول وبعدين نعمل عشاء كده على الضيق، انا وسميره وغاده وانت والاولاد. يعني ما عزمتش حد تاني؟ الحقيقه ماليش اقرب منك يا سعيد عشان اعزمه. وبعدين ما تنساش يا اخي، انا عايزك تكون بقى شاهد على الجواز ده. انت اللي معرفني بسميره. بس انا عرفتك بيها كمحامي يدافع عن حقوقها، مش عشان يتجوزها. بالمناسبه، الموضوع اللي كلمتني فيه لا قبول من جميع الاطراف. موضوع ايه يا سعيد؟ او نسيت ولا ايه؟ الموضوع الخاص بمسعد وغاده. انا شايفك خلاص يعني ابتديت تمارس مسؤولياتك كرب للاسره. صدقني يا رؤوف، ما كنتش هتلاقي احسن من الناس دول. الحمد لله. ويا ريت انت كمان يا سعيد، انت ومراتك ترجعوا لبعض عشان الاولاد. عشان الولاد ونعيش في حزن وتعاسه مره تانية؟
اصلك ما تعرفش حاجه يا رؤوف. انا مش فاهم بس ايه سبب الطلاق؟ ببساطه كل واحد فينا حس انه سبب تعاسه التاني. على العموم هم اتفقوا لما الامور تهدى هيعزموكي بالشبكه. هيعزموني زي ما هيعزموا نازله وتفيده ضيفه يعني؟ ما تاخديش الموضوع بحساسيه كده، كل اللي بيحصل ده زوبعة فنجال، وان شاء الله الامور هتهدى وبكره تقولي بابا قال. مش هقول غير ربنا يسامحهم، بس هو منه لله. استغفر الله العظيم. الفراخ نيه والرز مليان حصى، ده اكل ده؟ هو مين اللي طبخ النهارده؟ فاطمه. انت يا بنتي مش ناويه تتعلمي الطبيخ بقى؟ يا بابا بس انا هلاحقها منين ولا منين؟ يعني هلاحقها من المذاكره ولا شغل البيت ولا الغسيل ولا الطبيخ؟ يا سلام، اللي اسمعها كده يا بابا قول بتشتغل لوحدها. المهم ابقوا اعملوا لنا بقى جدول زمني، قولوا لنا فيه هتتعلموا الطبخ امتى. وجدول زمني ليه؟ ما هو بابا حبيبي هيجيب لنا طباخ، مش كده يا بابا؟ ايوه ايوه، وكل يوم نسيب له الشقه ونخرج احنا. ايش ضمننا انه ما يطلعش حرامي؟ مش كل الناس عندهم طباخين، ما هي طنط سميره هي ما عندهاش طباخ. اولا طنطك سميره دي فاضيه، ثانيا بتعرف تطبخ كويس. فضونا من السيره دي. انا شخصيا هقدر اتصرف اكل اي حاجه. الدور والباقي عليكم انتوا. مش عارف هتعملوا ايه لما تتجوزوا. انا هخلي ماما تعلمني. وانت يا فاطمه؟ لا يا بابا، ما هو سامي بيعرف يطبخ. الحمد لله. شوفوا لي حته جبنه بيضه كلها. خلصتي قهوتك؟ بقول لك ايه، امال فين عبده بيه؟ مش هيروح معانا النادي؟ لا جاي معانا طبعا، ولا هيسيبنا نروح لوحدنا. مبروكه. ايوه يا ست ناهد. ادخلي قولي لبابا ان احنا جاهزين خلاص. طب وانتوا لابسينهم بالتنبيكين ورايحين على فين كده؟ انتي مالك؟ ادخلي قولي له ان احنا جاهزين وخلاص. بس مسير اعرف. سبحان الله، نفسي اعرف بقى ايه اللي عاجبك في الست دي؟ اللي عاجبني فيها انها بني ادمه، اللي لقيته عندها ما لقيتوش ولا عند جوزي ولا عند ولادي. بيقول لحضرتك هو مش هيروح معاكوا، روحوا انتوا. طب خلاص روحي انتي. جرى ايه؟ مش جاي معانا يعني ايه؟ لا يا حبيبتي، الله، امال هتكلم مع مين؟ اتكلمي معايا تفيد. لا انت بقيتيش تتكلمي، قعدتك بقت وحشه قوي. انا دلوقتي قعدتي بقت وحشه؟ ما انا ياما قعدتك في بيتي قعدات حلوه يا تفيد. يا خبر، انا مش قصدي ابدا، خص عليا، انا مش عارفه الكلمات طلعت مني ازاي، بس هو كلامه حلو قوي. ما تصوريش بيقول لي ايه في التليفون. تليفون ايه؟ هو انا قلت تليفون؟ لا انا اللي قلت. يعني مش مهم بقى مين اللي قال فينا، المهم ادخلي له وهدديه وقولي له لو ما جاش معانا احنا مش هنروح النادي. ها، انا بستغرب انتوا عايزيني معاكوا ليه؟ يعني يا بابا ينفع بنتك تقعد لوحدها؟ حد يبص لي بصه، حد يضايقني بكلمه؟ ليه؟ ما انت معاك تفيده، دي احسن من اي شيخ غفر. لا دي تفيدة النهارده بقى نظام تاني خالص، اموره كده وعامله حركات في نفسها، دول هيبقوا حواليها كده تقطيع. يا سلام، انت عماله تحلالي ليه؟ وانا هتجوزها؟ يا ريت تبقى من نصيبك. فلا الله ولا فالك. اشجاب دي لذات الصوت الساحر، دي حبيبتي. يا بابا لو على الاسامي مفيش مشكله، ما هي تفيدة برضه يمشي دلعها ديدي. طب والصوت؟ هي تفيدة صوتها وحش؟ هي فيها الا صوت. ما يلا بقى يا ناهد. عبده بيه، انا متشكره جدا جدا انك انت وافقت ان احنا نروح معاك النادي. ايه؟ مش عارفه معدتي مغص مفاجئ فظيع. مغص؟ يبقى خلاص نقعد. لا نقعد ايه؟ لا يا بابا حرام، تفيدة بقى لابسه ومتشيكه، اتفضل حضرتك خدها معاك، وانا نص ساعه بس هشرب اي حاجه دافيه وحصلك. يلا يا عبد بيه، يلا. طب استنى اجيب النضاره. مش كنت جبت بناتك معاك هنا؟ يمكن يلاقوا حد خبطوا الشمس ويتجوز واحده منهم. والله عندك حق يا عبد العظيم بيه، بس معلش بقى المره الجايه. اهو كده يبقى انت ابتديتي تفكري صح. الواد مسعد ماليش مين ناحيتهم، وحرام بقى تضيع الوقت وتضيع الفرصه على البنات، هيبقى ذنبهم في رقبتك. بقول لك ايه، تكونش فاهم يعني ان سعيد هيقدر يجوزه بنت سميره بعد ما سميره رفضته؟ ده عشم ابليس في الجنه. يلا تعال.
ايه ده؟ مش معقول ابدا. في ايه؟ الراجل اللي قاعد هناك ده كل ما ابص له يروح عامل لي كده بالفنجان. فين ده؟ الراجل اللي قاعد ده ابو قميص اسود. ده عيل ما جاش من عيالي ومدينا ظهره، هيبصبص لك ازاي؟ بقى فاهم. بتدور على ايه؟ انت هنا؟ مساء الخير. مساء النور. مش هتلاقي مكان فاضي. طب ممكن اقعد؟ خيرك سابقة، اتفضل. انا كده يعني مش هضايقك؟ لا ما كنتش قلت لك اقعد. مش سعيد اللي هناك ده؟ هو سعيد، بس مين البت اللي هو قاعد معاها دي؟ بقول لك ايه، روح اساله، قول له مين البت دي. اروح اساله؟ اروح اسال سعيد اقول له مين اللي قاعده معاك دي؟ انت فاكراني ايه؟ شيخ حاره النادي؟ ده انا ما باجيش هنا الا فين وفين. دي قد عياله. احنا مالنا وماله، خليكي في حالك انت يا تفيده. صحابك سابوكي وراحوا فين؟ راحوا الديسكو. ما عندهمش مذاكره يعني؟ الامتحانات قربت يعني. لا هم مقتنعين انه في وقت للعب ووقت الجد. طب انت مقتنعه بيه؟ انا زيهم. طب ما رحتيش ترقصي ليه معاهم ولا انت ما بتحبيش الرقص؟ لا بالعكس انا نحبه برشا، لكن مش في اي وقت، يعني لازم نكون بالحق حاسه الرقص يعني واحده زيك بتشتغل طول النهار في شركه طيران، طبعا واقفه على رجلك ومشاكل العملاء بقى والحاجات دي، تبقي مؤكد محتاجه شيء من الترفيه يعني هو الرقص الحاجه الوحيده يعني للترفيه؟ في برشا حاجات، يعني ابسطها اني نجي للنادي ونقعد قاعده هاديه. انا اسف اذا كنت يعني اعتديت على وحدتك يعني. لا 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 خليك، بالعكس ده انا النهارده محتاجه انه حد يقعد معايا يعني ويكلمني. صاحبك منسجم قوي. وبعدين يا تفيده، قلت لك ملناش دعوه بحد، خليكي في حالك. هتهمدي ولا اقوم اروحك؟ خلاص ما تزعلش، انا كان نفسي اجيب لك الكيك اللي انا بعمله بايديا، كنت اكلته دلوقتي مع الشاي. يا تفيده الكيك والشاي ده بيتعمل الساعه 5 الساعه 6، احنا داخلين على العشاء. ليه كده يا سعيد؟ بنتي ما تستحقش منك كده. بتقول حاجه يا عبد العظيم بيه؟ بقول هروح. انا اتجوز المجنون ده؟ ناهد، ايه اللي رجعك تاني يا سيدي؟ ستك فين؟ في اوضتها. ناهد 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 ناهد. في ايه يا بابا؟ خدي اللبس ده. بمناسبة ايه يعني؟ ده علشانك. ما انا عارفة انه عشاني، بس ايه المناسبة؟ بمناسبة انك هتخرجي معايا الليلة دي نتعشى بره. واحنا ما عندناش اكل في البيت؟ ناهد، اللبس ده اللي انا جايبه هتلبسيه وهتخرجي معايا نتعشى بره البيت، ومش عايز مناقشة. ساعات كتير باكل لوحدي. ليه انت اهلك مش عايشين معاكي هنا؟ بيني وبينهم ساعات بالطياره. عشان هما في تونس. في العاصمه، زرتها قبل كده؟ ما تزعليش للاسف لا يعني، وتندهشي انا عمري ما سافرت بره مصر، يعني ابعد بلد رحتها اسكندريه. مش عارفه ليه حاسه انك وحيد رغم انك متزوج وعندك اولاد. انا كنت متجوز. ايه اللي حصل؟ انا ومراتي سيبنا بعض يعني. السبب؟ ولو كان ده السؤال يضايقك ما تجاوبش عليه. انا سبت مراتي عشان اتخلص من الاحساس بالوحده. يظهر لي انه مش كفايه الانسان يعيش مع ناس عشان يتخلص بالاحساس بالوحده. بالظبط، لازم يكون بيحبهم وبيحبوه. تعرف ترقص؟ ايه السؤال الغريب ده يعني؟ طبعا لا بعرف ارقص ولا بعرف اغني يعني. هعلمك الرقص، عندك مانع؟ يعني تفتكري واحد في سني محتاج يتعلم رقص؟ اكثر من اي شاب. ازاي بقى؟ انت فاتك كتير ولازم تعود. يظهر لي انك لسه ما عشتش حياتك. انا حاولت بس للاسف فشلت. عارف ليه؟ لانك لسه ما اتغيرتش من جواك. لا انا اتغيرت كتير، بس اقول لك اللي انا حاسس بيه دلوقتي ان انا خايف اخش في تجربه تانية فافشل وارجع زي الاول وابقى عقدت حياتي مرتين.
تسمع كلامي؟ هسمعك بس بعد ما اعرف منك يعني انت ليه عاوزه ترتبطي بواحد انت قد بنت من بناته؟ مش جايز هو ده السبب اللي يربطني بيك؟ تيجي نسيب نفسنا؟ ايه خايف؟ انا خايف عليكي. وانا حاسه بالامان معك. انا عندي سؤال خايف تتضايقي منه لو سالته. لو هيقلقني ما تسالوش. هو غصب عني لان انا عايز علاقتنا تكون مبنيه على الصراحه. طب اسال. انت عايزه مني ايه؟ وانت قلت لي كنت بتدور على ايه؟ بدور على حياتي اللي ضاعت مني. وانا خايفه لا تضيع حياتي زيك. بس صدقيني اللي يحقق لك ده هو الحب الحقيقي. ما هو ده اللي انا بدور عليه. ممكن تلاقيه مع اي شاب في سنك. للاسف لقيتهم ضايعين، ما حسوش انه في حاجه اسمها حب. الشباب معذورين، الظروف الصعبه اللي عايشين فيها هي اللي ظلمتهم. بس انا محتاجه حب منك انت. خايف ما اقدرش اديهولك. ما تيجي نحاول. بس التجربه هتبقى صعبه قوي. بس هتبقى تجربه حلوه. ايه سعيد مالك في ايه؟ قول لي يا احمد، انت تعرف ايه عن الحب؟ حب؟ يعني شويه كده. ايه الحكايه؟ انا خايف اعوم في بحره وما اعرفش اخرج. شوف يا سعيد، ما دام الطرفين متفقين يبقى مفيش اي مبرر للخوف. طب اذا كان واحد من الطرفين اصغر من التاني؟ انت ولا هي؟ لا هي طبعا. بكتير يعني هي قد بناتي. يا ساتر يا رب. ايه اتخضيت كده ليه؟ دي بدايه المتاعب يا سعيد. انت عارف انا كل يوم قبل ما انام ادعي ربنا انه يكفيني شر المستخبي. تقصد ايه يا احمد؟ اني اتخبل في عقلي واتجوز بنت صغيره. بس انت متجوز وعندك حصانه. حصانه؟ صدقني العواطف دي ملهاش كبير، خصوصا الحب ده ممكن تلاقي نفسك غرقان فيه من غير ما تدرى. يعني رايك ان انا ابعد يعني؟ والله انا قلت لك رايي وكل واحد ادرى بظروفه. منير كلمني وطالب يقابلني ضروري. منير مين يا بابا؟ منير صاحب سعيد. ايوه افتكرته. ده عايز ايه ده؟ متهيألي جاي يتوسط كده في الصلح بينك وبين سعيد. احنا مش قلنا الموضوع ده اتقفل خلاص؟ انا ما عنديش استعداد اتكلم فيه تاني. ما انا كمان ما اقدرش اقول له انا مش عاوز اقابلك. على العموم نستنى شويه كده وهو جاي ونشوف طلباته ايه. طلبات ايه يا بابا اذا كان انا اساسا رافضه الموضوع؟ اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. اهلا استاذ منير. اهلا وسهلا. اهلا يا انكل. خطوه عزيزه، اتفضل ارتاح. ها تشرب ايه؟ حاجه ساقعه ولا حاجه سخنه؟ شربات ان شاء الله. حاجه ساقعه يا مبروكه. ها خير، انت مش خلصت موضوعك مع سعيد ولا ايه؟ لا 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 لا، انا شلت موضوع سعيد ده من دماغي وحطيت مكانه موضوع تاني خالص. موضوع ايه ان شاء الله؟ انكل، ايه رايك فيا يا انكل؟ من ناحيه ايه يعني؟ يعني رايك فيا كبني ادم، مش انا برضه املى العين؟ عين مين بالظبط؟ خليك معايا يا انكل، انا جاهز. جاهز لايه يا ابني؟
جاهز لصاحبة النصيب. ومين هي صاحبة النصيب؟ ما هو ده بقى اللي انا جاي لحضرتك علشانه يا انكل. يا ابني انا مش فاهم حاجه، نصيب ايه وجاي لايه؟ نصيبي يا انكل، انا لقيته خلاص واتمنى ما تكسفنيش. يا ابني ما تحيرنيش، ولا اكسفك ولا اعملك، انا مش فاهم حاجه، انت عايز ايه بالظبط؟ باختصار كده، انا طالب ايد كريمتك. نعم؟ كريمت مين؟ ربة الصون والعفاف ناهد هانم، هو انت عندك غيرها؟ انت جاي طالب ايد ناهد بنتي؟ انت مش مكسوف؟ انكسف من ايه يا انكل؟ انا جاي طالبها على سنة الله ورسوله كزوجة ليا. يا ابني انت مش كنت متنيل متجوز؟ كنت يا انكل، لكن دلوقتي سأكون. لا سأكون دي مش عندنا. ابوس ايدك يا عم، انا في عرضك، ما ضيعش فرصة عمري من ايديا. اذا كنت غلطت قبل كده مش هغلط تاني. اسألها بس، انا برضه مش شوية. ولو اني متأكد من ردها، لكن هسألها. يا ريت يا انكل. بطل كلمة يا انكل دي. مش موافقه طبعا. ده رأيك؟ رايي في ايه يا بابا؟ انت عارف هو عايز يتجوزني ليه؟ انت عايز يتجوزني عشان نتشفى في سعيد، مش عايز يتجوزني لله لله. ما تبقيش حساسة قوي كده. وين انا ايه اللي يخليني اتجوز واحد زي منير ده؟ ايه الميزه اللي في يا بابا؟ بلا قرف. يعني اقول له انك مش موافقة؟ يستحسن، لاني لو طلعت له ههزقه، مش هخليه يسوي البدله اللي لابسها. على ايه؟ ايه ده انت بس، وسيبي تهزيقه عليا انا. بس عيب قوي اللي انت عملته ده يا منير. سعيد لو عرف هيزعل قوي. اشمعنى انا ما زعلتش يعني لما اتجوز مراتي؟ انت اللي اتجوزتها له يا اخي. وانت عارف انه اتجوزها غصب عنه. الراجل كان بيعمل لك خدمه. وانا يا سيدي برضه له الخدمه دي. ازاي بقى؟ مش احسن لما يجي حد غريب يتجوزها؟ اسمع يا منير، سعيد لما اتجوز مراتك كان موافق انه يجوزها كمحلل، وكان في اتفاق بينكم وبين بعضيكم ان هو يطلقها عشان ترجع لك. انت بقى لو مراته وافقت عليك واتجوزتها، كنت هتسيبها له بقى ترجع له تاني؟ ما هو قال قدامكم انه مش ناوي يرجعها تاني. الله، ومين عارف يا اخي؟ مش جايز ربنا يهديهم ويرجعوا لبعض. يعني اعمل ايه؟ اركع قدامه عشان يسامحني؟ عموما انا قلت لخالي ما يجيبلوش سيره. واحنا كمان مش عايزين نجيب له سيره. ما كانش حقها ترفض. ازاي يا بابا ماما تتجوز حد غير حضرتك؟ حضرتي خلاص ما بقاش في مني فايده. يعني بابا حضرتك ما زعلتش لما عرفت؟ احلف لكم باني فرحان. ازاي انكل منير يطلب منها الطلب ده؟ ازاي؟ ليه؟ هو الراجل عمل حاجه وحشه؟ ده عاوز يتجوز على سنه الله ورسوله. ايه الغلط في كده؟ هو انت ما عندكيش قرايب شبان يا تفيده؟ قرايب شبان؟ ايوه، ولا انت عليكوا كلها ناس كبار؟ لا كبار قوي طبعا، ومراكزهم كبيره جدا جدا جدا. انت عارفه انا عندي 2 من قرايبي كانوا وكلاء وزاره، وعندي واحد كان لواء شرطه وطلع على المعاش، بس اسمه مهما كان برضه لواء. انا مش بتكلم عن دول يا تفيده، انا قصدي شبان ولاد وبنات صغيرين، طلبه جامعه، متخرجين من الجامعه، قاعدين مش نافعين في حاجه. لا اللي مش نافعين بقى كتير قوي. ما انت شايفه بناتي حبه عيني بختهم مال ازاي. حتى اللي اتخرجوا قاعدين كده زي الولايه، لا شغله ولا مشغله. طب ما انا هقول لك على حاجه. طب ما تجيبيهم يقعدوا معانا هنا ما دام ما بيعملوش حاجه. يقعدوا معانا؟ يقعدوا يعملوا ايه؟ اهو منظر برضه يا تفيده، بدل ما احنا قاعدين كده وشنا في وش بعض زي العوانس. يا اختي انت كمان باباكي بيجي يقعد معانا. هو بابا شاب صغير. اسمعي بس اللي بقول لك عليه، هاتلنا شويه شبان كده يقعدوا معانا. ده انت بناتك لازم يجوا كمان، خرجيهم بدل الخزنه اللي انت قاعده لهم فيها دي. حرام عليك، ده كده ولا هيتجوزوا ولا عمرهم حد هيعبرهم. هو في ايه؟ مش عارفه كده، حاسه انك انت بترسمي على حاجه كبيره قوي. انا ولا رسمه ولا حاجه، اهو بس يعني ولاد وبنات يبقوا معانا يسلونا بدل قعدتنا كده. انت ناوي على ايه بالظبط مع البنت اللي انت بتعرفها دي يا سعيد؟ دي حياتي وانا حر فيها. ايوه، بس حياتك مش ملكك لوحدك، دي كمان ملك اولادك ومراتك. مراتي؟ لسه برضه بتقول مراتي؟ سيبك من مراتك. شوف يا سعيد، انا عايزك تبص اللي انت فيه ده وتفكر فيه بحياديه تامه عشان تعرف انت فين وهتوصل لايه. هوصل للحلم اللي بتمناه. حلم؟ انا شايف بقى اللي انت فيه ده مجرد حلم ولازم تفوق. انا فاهم انت تقصد ايه. شوف يا محسن، انا في الحلم ما كنتش احلم اعرف بنت زي لطيفه، لكن في الواقع صدقني انا لا جريت وراها ولا عكستها، بالعكس هي اللي قربت مني. وانا حاسس
انها بتحبني بجد. ماشي، موافق. انا هسلم ان هي بتحبك وانت كمان بتحبها فعلا، لكن دي تظل مجرد حالة جت في الوقت والزمن الغلط. يا محسن، الحب لا ليه زمان ولا ليه مكان. لا ازاي بقى؟ ما تنساش كمان ان الحب ممكن يتحجم بمرور الزمن. يعني الحالة اللي انت عايشها دلوقتي مش هتستمر بعد سنة او 2 أو 3. فكر في ولادك يا سعيد، فكر في أنيسة وفاطمة ومسعد. ولادك ال3 تقريبا على وش جواز. موقفهم هيبقى ايه لما يبقى هما بيتجوزوا ولا ابوهم كمان بيتجوز؟ أنيسة خلاص دخلتها قربت. نفترض ان أنيسة اتجوزت وخلفت طفل، وانت اتجوزت البنت دي وخلفت منها طفل، يبقى ابنك في سن ابن أنيسة، يبقى ابنك في سن حفيدك يا سعيد. فكر بعقل يا سعيد ومن غير عواطف. منك لله اللي السبب. ما انا كنت قاعده ومرتاحه العين يا ستان. سيدي مبهدلني وكل حاجه اجيبها له مش راضي بيها ومعذبني اخر عذاب. تستاهلي، ما انت اللي طفشتي موزاكي، ما هي كانت قاعده بتساعدك. وهي كانت تقول لها تتعاشر ديت. تتعاشر ولا ما تتعاشرش بقى، احنا قاعدين في بيته لازم نستحمله. روحي شوفي اللي وراكي. كمان هتعملي لي مشاكل مع بابا. الساعة 8 الصبح في المطار، الكاونتر هيقفل 9:30. اوكي ميرسي. ايه برضو ما ردش؟ ابدا. يمكن مش قادر يرد عليك. انا من رأيي تبعتي له مسج. انتي ايه اللي عاملاه في نفسك ده؟ على ايه؟ اشحال انا راجل كبير. بس عاجبني. انتي ليكي حاجات غريبة قوي. تفتكري ما بيردش عليا ليه؟ ايه اللي حصل؟ تسأليني انا؟ ده موبايلك يا بابا. اه دي مسج يا بابا مش كده؟ اه. اجيب لحضرتك التليفون؟ لا خليك مرتاح، انا عارف مين يعني. مش حضرتك ملاحظ يا بابا ان المسجز بتاعت حضرتك كترت اول يومين دول؟ ايوه يعني. يعني مين اللي بيكلم حضرتك يا بابا؟ يعني جماعه اصحابي. انا لو منهم بقى يا بابا اكلم حضرتك على طول واخلص. المكالمات غاليه، المسج ارخص. بعدين مش عايزين يزعجوني بالاسئله زي ما انتوا بتزعجوني دلوقتي. الحمد لله. ايه يا بابا على فين؟ حضرتك ما كملتش اكلك يعني. عامل رجيم. هو من امتى يعني بابا بيعمل رجيم؟ هو كان بياكل زينا عادي امبارح. حرام عليك رد عليا. انت تعبان ولا انا ضايقتك في حاجه؟ انا عايشه في عذاب. لطيفه.
خايف يا حسين. خايف من ايه؟ من العلاقة دي ونتائجها. يعني البنت كانت اشجع منك انها قالت انها مجرد تجربة؟ يعني افرض ان انا حبيتها؟ هرد عليك واقول لك برضو وايه يعني؟ دي قد ولادي يا حسين. الحب ملوش دعوه بالسن. ولعلمك بقى في ناس كتير بتقول ان الحب حب وبس. يعني انا ممكن اتجوزها؟ الجواز ده احتياج. اوعى تفكر انك انت تتجوزها لمجرد رغبه. الجواز مش ارضاء للرغبه الجنسيه وبس. صحيح فرويد قال ان اصل الدوافع الانسانيه هي الجنس، لكن مش في كل الاحوال. الحياه فيها متعه جميله وكتيره غير الجنس. ايوه بس الناس بتقول ان الجواز الغير متكافئ ده فاشل. انا معاك، بس غير متكافئ في ايه؟ مش غير متكافئ في السن وبس، ممكن يكون غير متكافئ في الثقافة، في التعليم، في الحالة الاجتماعية، في العواطف. وحط مليون خط تحت كلمة العواطف دي، لأنها بتحتوي على حاجات كتير. يعني أنت شايف إن مفيش خطورة في حكاية فرق السن دي؟ دي حكاية غلط الناس اخترعتها علشان مصالحها الشخصية، زي الحسد والغيرة، الميراث. طب ما انت عندك ياما شبان كتير متجوزين ستات اكبر منهم وعايشين في منتهى السعاده، وفي برضه بنات كتير متجوزين رجاله اكبر منهم واكبر منك انت كمان وبرضه عايشين في منتهى السعاده. انا لسه بقول لك ايه، الجواز احتياج، وما دام بيشبع الاحتياج ده يبقى جواز ناجح. بس برضه لازم نحط في اعتبارنا ان الكل قاعده شواذ، يعني مش كل جواز من النوع ده بيبقى ناجح. بس هي عايزه تجرني للعالم بتاعها. ولنفرض، طب ما انت كمان عايز تجرها للعالم بتاعك، وبعدين عالم ايه اللي هي عايزه تجرك ليه؟ عالم الشباب، يعني الحركه والنوادي والرقص. يعني عايزه تجرك للحياه، وانت عايز تجرها لعالم الرتابه والملل والعقد النفسيه. اصحى بقى يا سعيد، اصحى وفوق لنفسك وبص حواليك. ما انا صحيت يا حسين. ايوه صحيت، بس لسه ما فتحتش عينيك. الطيارة الساعة 6:30، يعني لازم تكوني في المطار الساعة 4. ميرسي قوي. الاقي تذكره لتونس؟ سعيد؟ انا شايفك مشغوله، افوت عليكي وقت تاني. استنى، انت رايح فين؟ انا عاوزاك في حاجة مهمة. ليه ما كنتش بترد على مكالماتي وعلى مساجات اللي بعتهم لك؟ تحب تشربي ايه؟ ما تعرفش من السؤال يا سعيد. سعيد كده حاف؟ انت لازم تقولي لي ابي، انكل، استاذ سعيد، اختاري لك اي لقب من دول. بلاش هزار وجاوبني على سؤالي. بصراحه فرق السن اللي بيني وبينك مش قادر انساه، فقلت اختبر عواطفي ناحيتك. واختبرتها؟ يعني تقدري تقولي انها لسه تحت الاختبار. وقتاش نعرف النتيجة؟ القدر بقى هو اللي هيحددها. ايه مالك؟ خايفة من كلامك يا سعيد. انت مش قلتي انها تجربة؟